عاملين ايه يا جماعه؟ رب تكونوا بالف خير. عشان ما اطولش عليكم في المقدمه خليني احكي لكم اول قصه. بص يا سيدي، صاحبها بيقول لك ايه؟ بيقول لك حصلت معايا مره لما كان عمري 18 سنه، كنت بشرب سيجاره في الحمام عشان ما حدش يعرف اني بدخن. لما خلصت السيجاره رميتها في عين الحمام، اقسم بالله زي ما يكون في حد شالني وخبطني في الحيطه. بعدها طلعت بسرعه ودخلت غرفتي وما قلتش لحد خالص علشان ما يعرفوش اني بشرب سجاير. وبعدها قلت لشيخ اعرف، قال لي احمد ربنا انك ما حصلكش حاجه غير كده وما عدتش تعمل كده تاني علشان ما تتضرش. ومن بعدها ما كررتهاش تاني. الناس يا جماعه اللي بيرموا حاجات سخنه في الحمام، صاحبنا ده داخل الحمام عمال يشرب السجاره من ورا اهله وراح راميها في عين التواليت. يا ابني التدخين ضار جدا بالصحه، بيسبب الوفاه والسرطانات، بيخليك تتلبس خصوصا لو في الحمامات. بلاش تدخن، التدخين بيأذي اللي حواليك مش من البشر بس، لا من غير البشر. فصاحبنا ده الحمد لله بطل يدخن خالص من ساعتها. بص يا سيدي القصه اللي بعدها دي، واحده بتحكي بتقول لك ايه؟ زوجة أخي كانت حامل في الأسابيع الأولى ودخلت على الحمام علشان تستحمى وشغلت المية السخنة وخرجت وسابتها علشان تسخن عدل، وكانت الساعة 12 بالليل. بعد كام يوم أجهضت مع إنه ما كانش فيه سبب واضح. راحت عند راكي وقال لها أنت حركتي ابن شيطانة بالمية السخنة وهي انتقمت منك وقتلت الجنين. وبتقول لي والله قصة حقيقية حصلت من حوالي 3 سنين. طيب خش على القصة اللي بعدها. بتقول لك صاحبتنا دي إيه؟ أنا حصل لي موقف غريب. في يوم كنت قاعدة لوحدي في البيت وكانت الساعة 1 بعد نص الليل، ما كانش معايا في البيت أي حد. المهم دخلت الحمام وأنا في الحمام سمعت صوت جاي من الصالة. المهم خلصت حمام وطلعت اشوف ايه اللي حصل، ما لقيتش اي اثر لاي حد. قلت يمكن حاجه وقعت. المهم بعد ساعه بالظبط كنت قاعده في الاوضه وسمعت نفس الصوت. طلعت بره في الصاله ما لقيتش اي حد. بصيت من الشباك وانا ببص من الشباك حسيت ان في هوا بارد جدا جاي من ظهري. اتخضيت واستغفرت ربنا وبصيت ورايا ما لقيتش اي حد. جيت احاول اتصل بماما لقيت مفيش معايا رصيد. حاولت ابعت لها رساله بس اكتشفت ان النت فاصل. بعد 5 دقايق دخلت قعدت في اوضه بابا وماما وسمعت نفس الصوت بس المره دي كان جاي من الحمام. حاولت اتصرف اعمل اي حاجه فاستجمعت كل قوتي وقمت اشوف ايه اللي بيحصل في الحمام. لقيت اغرب حاجه ممكن اتخيلها. لقيت حاجه ملهاش تفسير، شكلها غريب جدا، لونها اسود في احمر في ارضيه الحمام كأنها شبه الشيطان. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخلت الحمام. وكانت الريحة فيه وحشة جدا مع إن السيفون كان مشدود وكانت كل حاجة فيه نظيفة. المهم رشيت معطر بس لقيت إن الريحة بتزداد سوء. دخلت قعدت في الأوضة وفي اللحظة اللي أنا دخلت فيها الأوضة لقيت الباب بيتخبط. افتكرتها ماما، فلما فتحت الباب ما لقيتش اي حد. بصيت ورايا برضه ما لقيتش حد. المهم دخلت قعدت في الاوضه وقريت شويه قران وكنت بعيط. خلصت ودعيت ان ماما تيجي بسرعه، وفعلا بعد 5 دقايق لقيت الباب بيخبط. خفت ان افتح لكن اتشجعت ورحت فتحت الباب لقيت ماما على الباب. المهم استنيتها لما قعدت وهديت من المشوار وحكيت لها على كل اللي حصل. قالت لي ان انا ما بفهمش في الحاجات دي وقالت لي ممكن تكون تهيؤات. فضلت اقرا قران واستمرت الحياه عادي خالص. بس هي دي القصه. ادخل على اللي بعدها. ما شاء الله القصه اللي بعدها حمام برضه. ايه حكايه الحمامات معاكم يا جماعه؟ ده احنا كده مش هندخل الحمام خالص. بتقول لك ايه يا سيدي؟ خالتي مره زعلت مع جدتي وكانت في الحمام وسمعت كلام وحش عليها من جدتي من خارج الحمام. راحت صوتت وضربت بايديها على حيطه الحمام وباب الحمام. بعد يومين ابتدت تشتكي من عينيها وراحت للدكتور لكن الدكتور معرفش يشخص حالتها. وبعد فتره كانت عينيها بينزل منها قطع شبه الجبنه البيضاء وبعدها اتعمت تماما. ده غير حالتها النفسية السيئة. وبعد ما اتعمت كانت بتقول انها بتشوف ناس غريبة واشكالها غريبة بيتكلموا معاها. انا بخاف ازورها واسمع كلامها لان احيانا كلامها بيخوف ودعائها مستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شوفوا القصة اللي بعدها. تقول لك صاحبتها ايه؟ معرفش صاحبتها ولا صاحبها، يبان من الكلام. كانت امي مسخنة حلة مية ليا وانا كنت راجع من الشغل علشان استحمى. ما كانش في عندنا سخان وانا دخلت الحمام فلقيت الميه اللي مسخناها كتيره وسخنه جدا. فقلت في نفسي بدل ما اخلط عليها ميه بارده هتفضل برضه سخنه لان الحله كانت كبيره. فقمت فضيت شويه في عين الحمام وكانت مغليه وما كنتش اعرف اي حاجه. وبعدين حطيت عليها ميه بارده واستحميت. وبعدين بفتح الحنفيه اللي في حوض الحمام لقيتها منزله ميه مغليه زي النار. ودي حنفيه عاديه لان زي ما قلت لكم
كانت سباكة بلدي قديمة، يعني لا سخان ولا أي شيء، وفي شيء بيقول لي حط راسك تحتها، دي مية سخنة وجميلة، وكأن في شيء بيدفعني إن أحط راسي تحت المية المغلية دي. فطلعت بسرعة من الحمام وفتحت الحنفية اللي في المطبخ، لقيتها مية باردة قوي، والحنفيتين ساحبين من ماسورة واحدة وفي حيطة واحدة. فضلت انادي على امي وهي مش هنا خالص، لقيتها نايمة كأنها ميتة، ولما صحيت حكيت لها على اللي حصل، فلقيتها سكتت شوية وقالت لي ده يا ابني على ما نسمع انه غلط. وبعدين حطت ايديها على راسي وقرت المعوذتين وقالت لي الحمد لله ربنا سترها، بس اوعى تعملها مرة تانية. وفضلت فترة خايف ادخل الحمام، بس حصل ليا حاجات بعد منها غريبة جدا. انا كنت خاطب، واما اتجوزت باين انهم انتقموا مني في بنتي الطفلة اللي كان عمرها شهر. حسبي الله ونعم الوكيل. بس لحد كده خلصت القصة دي، بس انا معرفش يعني هم انتقموا من بنته الصغيرة دي عملوا فيها ايه، الله اعلم. ادخل على القصة اللي بعدها. بيقول لك ايه يا سيدي، فجأة وبدون مقدمات وبدون اسباب منطقية المطبخ بتاع شقة اخويا ولعت فيه النار، اللي كان غريب جدا ان مكان النار بعيد تماما عن اي مصدر لاشتعال النار، يعني لا في فيشة كهرباء ولا بوتاجاز والع. المهم ربنا ستر ومفيش اصابات، كل ما نطفي النار تولع نار تاني، اقسم بالله كأن الشرارة مستخبية، اول ما نطلع من المطبخ النار تولع. المهم جوز اختي معالج بالقرآن طلع شاف المنظر، سألها مباشرة انت دلقت ايه في الحمام، واكتشفنا انها بغبائها رمت زيت مغلي في عين الحمام. بس الحمد لله محدش منهم مات، بس اتأذوا طبعا، فطبعا انتقموا مننا لتوليع النار في المطبخ. انتوا مش ملاحظين ان كذا قصة بالشكل ده مشاكلها كلها بسبب الحاجات المغلية او الحاجات السخنة اللي بتدلق في الحمامات؟ المهم ندخل على القصة اللي بعدها. بيقول انا عندي قصة مرعبة حصلت لي. كان عندي 15 سنة وقت ما ابتدى الحظر بتاع الكورونا والمدارس كانت مأجزة، فكنت انا وواحد صاحبي واخدين عربية ابويا وماشيين بالليل، وكنا مشغلين اغاني شعبية وكده يعني، وكنا ماشيين في الشوارع الجانبية متجنبين الشوارع الرئيسية علشان مفيش اي كمين يوقفه. واحنا كنا في شارع بيطلع على البيت بتاع صاحبي، كان شارع صغير، وانا ماشي بالعربية كنت ماشي على مهلي علشان المدقات والحفر الصغيرة، وفجأة العربية كأنها خبطت في حد او في حاجة، فانا افتكرت ان ده كلب او اي حاجة، بس انا كنت باصص كويس على الطريق قدامي، مش معقول اكون فوتت كلب نايم ولا معدي بسرعة. فانا وصاحبي نزلنا نبص على العربية وما كانش فيه اي حاجة، ولا كان فيه دم ولا كلب ولا اي حاجة خالص. فوصلت صاحبي بيته ورجعت البيت عندي، وانا في الجراج قلت اشوف العربية في وضوح وانا في البيت وفي امان ومش متوتر، فشغلت نور الجراج كله واستخدمت الكشاف بتاع الموبايل علشان يوضح لي اكتر، فلقيت بصمات ايد على العربية من قدام عند الكبوت، كأن في حد كان واقف، ولما خبطته ايده جت على العربية وعلمت عليه. استغربت وانصدمت من الشكل ده، كلمت صاحبي وحكيت له على شكل البصمات، فاستغرب وقال لي خلاص عدت على خير ومش هنمشي من الشارع ده تاني. ومن ساعة الموقف ده وانا بكره السواقه بالليل. طيب ندخل على القصه اللي بعدها. بيقول صاحبها او صاحبتها انا حصل معايا حاجه غريبه، بره كان النور قاطع في البيت فنمنا والوقت كان متاخر. اسمع بقى اللي النور قاطع عني، وكنت نايمه في نوم عميق. مره واحده لقيت نفسي فتحت عينيا وببص لقيت واحده واقفه قدامي ولسه رايحه تلمسني بايديها. زعقت بصوت عالي وماما كانت نايمه في نفس الاوضه على سرير تاني. راحت ماما قامت وكأن الوقت وقف في اللحظه دي. لقيت الست دي بصت على ماما وهي بتقوم من سريرها، ورجعت بصت لي كأنها بتقول لي انا راجعالك تاني، وراحت ادتني ظهرها ومشيت طلعت في الصاله. ماما قامت تشوف في ايه، فحكيت لها الموضوع وهي شايفاني بعيط وقلبي بيدق بسرعه. ماما خدت الكشاف وقامت تدور في البيت هي واخويا، بس ما كانش فيه حاجه، بس ماما كانت عارفه اني مش بحلم وكانت مصدقاه. انا بطبيعتي لما بحلم بالحاجات دي مستحيل اقوم ازعق كده، ده انا ممكن كمان انسى الحلم وافتكره الصبح، ومش بيحصل لي اي حاجه في الحلم. بس المره دي انا كنت واثقه اني مش بحلم. ومره تانيه كنت واقفه في المطبخ ببص لقيت خيال جه على الترابيزه اللي قدامي، ببص ورايا ما لقيتش اي حاجه، فعينيا دمعت لوحدها. ومره كنت نايمه ومفيش اي حد في البيت، بصيت لقيت واحد شكله غريب قاعد على الكرسي ورايا وبيبصلي بصات غريبه. ومره تانيه النور كان قاطع، ببص لقيت قرصني في ايدي قرصه غريبه، وببص لقيت ايد بس هي اللي باينه. لغايه دلوقتي مش عارفه ايه سبب الناس دي اللي انا بشوفها، بس كنت دايما وانا صغيره جدي كان بيجيب حد يقرا قرآن في البيت. من ساعه ما جدي توفى بطلنا ان اي حد يدخل يقرا جوه البيت. كنت بقول يمكن ده السبب اللي بيخليني اشوف ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اخبار النور عندكم
اخباركم ايه؟ قاطع ولا لسه شغال؟ خلوا بالكم بقى في الضلمه. بيقول لك يا سيدي ايه، انا اسمي شهاب من الشرقيه. الحكايه انا واصحابي كنا على القهوه الساعه 11 ومروحين الساعه 12، واحنا في الطريق كان في مركب صغير بيتأجر فأجرناه انا واصحابي الساعه 12 ونص. المهم جينا عند حته معينه في البحر مات فيها اصحاب عمي. جينا واحنا بنتمشى بالمركب في المكان ده حسيت بحاجه غريبه، حسيت ان في حاجه بتزق المركب بسرعه، ومره واحده انقلب بينا المركب وانا الوحيد اللي كنت عارف السر. فاللي حصل لما وقعنا انا مسكت في المركب انا واصحابي وقعدنا نقرا قرآن، وبعد كده حاجه بدات تشد في واحد صاحبي منهم لحد ما شدته تحت الميه وهو عمال يصرخ ويقول والله ما انا اللي خبطت. ما كانش حد فيهم فاهم السر غيري انا، وعارف ان اللي بيكلمه ده شبح غزال صاحب عمي وعايش في المكان ده. ففضل يشد في صاحبي لحد ما خلاص كان هيغرقه، وانا فضلت اقرا قرآن واقول له عمي فلان هيزعل منك يا غزال لو موت. فساب صاحبي وطلعنا لحد سلم جنب الكوبري بنطلع منه، واول ما طلعنا السلم انا قلت ليك عندي واحده يا غزال، وقال لي ما تنزلش البحر تاني والا هاخدك تعيش معايا تحت وهتتمنى الموت. من ساعتها صاحبي عنده مس من الجن، وانا بقيت اخاف اعدي من المكان ده حتى لو من على البر. هي القصه ممكن ما تفهمهاش بس القصه حقيقيه، لان غزال جه لعمي في الرؤيه وقال له بلاش تخلي شهاب ينزل البحر تاني بالليل والا هيشوف اللي انا شفته. دول كانوا عايزين يعيشوه في الجحيم، دول هم اللي قتلوني. فبعد ما عمي صحي قال لي على كل اللي حصل معاه، وجينا رحنا زورنا غزال في التراب وزرعنا له شجره ورد حق انه انقذني من الموت، مع ان الشبح بتاعه هو اللي انقذني، بس الله يرحمه ويغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا جماعه القصص الغريبه دي؟ انا ما قعدتش وقت كتير ادور في الكومنتات، لقيت البلاوي دي كلها. يا نهار ابيض. بص يا سيدي بيقول لك ايه اللي بعد، بيقول لك كنت في سن ال 12 سنه منتصف الليل في فصل الربيع والقمر كامل عند شجره التوت العملاقه في مزرعه ولي. فاكر انه كان يوم تلات، كنت احب اسهر الليل واروح عند الشجره اسند ظهري وابص للقمر. في الليله دي الجو كان صافي وهدوء بشكل مخيف، وبعد مرور حوالي 10 دقايق من الهدوء بدات اوراق واغصان الشجره دي تتحرك. استغربت لان مفيش اي هواء او رياح، لكن قمت من مكاني واتحركت، وبعد متر تقريبا من الشجره وقعت على الارض بطريقه غريبه، كأن في حد شالني ورماني على الارض. بعدها لمحت امراه عاريه لكن جسمها نحيف جدا، وجسمها لونه زي طحالب البحر، وشها ما كانش باين بسبب الضلمه، لكن ضوء القمر ساعدني ان اميز الجسم. وبعدها فقدت الوعي، ولما فتحت عيني جريت من الرعب للبيت، وامي سالتني اتاخرت ليه ومالك مرعوب كده؟ قلت لها مفيش حاجه، كان كلب بيجري ورايا. ما قلتلهاش الحقيقه. بعد مرور 10 ايام حصل لي حاجه غريبه جدا، كل ما اسلم على اي حد او المس اي حد اشوف عمل ايه من ماضيه واحكي له انت امبارح عملت كذا وكذا، وفي منهم المندهش ومنهم يقول لي مكشوف عنك الحجاب. اتطور الموضوع اكتر وبعرف الست قبل ما تحمل امتى هتولد، والطفل هيكون ولد ولا بنت. وبيقول عالم الغيب الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. وبيكمل ويقول واتطور الموضوع اكتر وبقيت اقدر اسحب اي الم من جسم اي حد الجسم، لكن الموضوع بيتعبني اكتر، ضعف في النظر، سقوط سريع للشعر، وعدم التركيز. صليت كتير لله وادعي ان كل ده ينتهي، لحد ما صدف معايا شيخ كان راكب معايا باص مسافر من القاهره للاسماعيليه، وقال لي من غير حتى ما اعرفه ان الموضوع حله كله عند الشجره، لازم تروح هناك وتقرا ايات من القران وبعض الاورده. وفعلا رحت هناك، مر اسبوع لكن بدون اي تغيير، لكن في ليله اكتمال القمر وبعد مرور 20 سنه من ظهور الجنيه العاشقه جاتني في المنام تدعوني لممارسه علاقه غير شرعيه، لكن قريت من القران وهي بتحاول تشعل نار في جسمي، وبعدها صرخت صرخه كبيره واختفت. قمت من النوم مفزوع وعرقان، ولاحظت ان في حروق خفيفه في بطني. من بعد الحلم كل شيء انتهى، لكن على مدار ال20 سنه شفت الويه. يا حفيظ يا رب، يا حفيظ يا رب. لسه بدري، في بلاوي بعد كده. بص يا سيدي ده بيقول لك ايه، بيقول لك انا من صغري بحب الموسيقى. لما وصل عمري 15 سنه بدات اشتغل في مجال الموسيقى مع فرقه موسيقيه في بلد بعيد عن البلد اللي انا ساكن فيها بحوالي 25 كيلو. كنت بركب العصريه في عربيات الاجره واروح البلد اللي فيها الفرقه الموسيقيه علشان بعد كده نروح البلد اللي هنعمل فيها الفرح. وبالليل بعد ما نخلص الفرح الباص ما كانش بيروحني المنطقه اللي انا ساكن فيها، وما كانش بيبقى فيه مواصلات اروح علشان الوقت بيكون متاخر. المهم في يوم كان في الشتاء والجو برد وكان في ريح جامده، صعب عليا سواق الميكروباص بتاع الفرقه وقال لي هنزلك في حته قريبه من بلدكم وتتمشى انت الباقي. ما صدقت الصراحه وركبت معاه علشان اروح، لان بنتي كانت تعبانه ومراتي بتتصل عليا. المهم نزلني في مكان بعيد عن البيت عندي ب5 كيلو، وطول عمري بسمع ان المكان ده وحش وبتظهر فيه حاجات مش كويسه. المكان ده عباره عن طريق اسفل، على اليمين ترعه ميه وعلى
وعلى الشمال اراضي زراعيه. نزلت ومشيت في اول الطريق، بعد حوالي 10 دقايق مشي على رجلي لقيت طفله ماشيه قدامي. اترعبت وفضلت افتكر حكاوي الناس عن المنطقه اللي انا ماشي فيها دي لوحدي، وجيت اقرا قران لقيت نفسي نسيته كله. والطفله اللي ماشيه قدامي دي عماله تروح يمين وشمال بسرعه غريبه جدا، وفجاه لقيت نفسي انا كمان بقيت بروح يمين وشمال بنفس تحركاتها. وانا ماشي وراها من غير ما احس لقيتها مره واحده وقفت عند مكان في حوض ميه من بتاعه الاراضي الزراعيه اللي على شمال الطريق، وقالت لي خليك هنا ما تمشيش تاني. وفجاه لقيت نفسي بنزل الأورج بتاعي من على كتفي، ووقفت وحسيت لما وقفت اني مش خايف وانا عارف انا وقفت ليه. لقيت البنت الطفله دي بقت واحده كبيره وشكلها حلو، واول ما كبرت كان موجود جنبها حمار ابيض وحجمه كبير جدا. بدأ احساس الخوف يرجعني تاني، ولقيت نفسي بقرا قرآن بصوت عالي وانا دموعي بتنزل من كتر الخوف، لحد ما جه نور كشاف سياره من على بعد. وقف السواق والناس اللي معاه عندي وما لقيوش غير دموعي وانا مش بتكلم مع اي حد، وخدوني على بيت حد فيهم لحد ما عرفوا انا مين وروحوني بيتي. بعد يومين قعدت اكتر من اسبوع تعبان واشوف البنت الحلوه اللي كانت طفله وانا ماشي وراها، اقعد اشوفها في البيت كتير، لدرجه ان اهلي بيقولوا لي ان انت خلال الاسبوع اللي انت كنت تعبان فيه كنت عايز تروح المكان اللي انت حكيت لنا القصه اللي حصلت لك فيه ده بأي طريقة. المهم بعد ما خفيت من التعب اللي جالي من الموضوع ده، وبعد ما حكيت لأهلي إن موضوع الأشباح اللي طلعت لي ده استمر حوالي 2.5 ساعة، وده اللي عرفته بعد ما قال لي سواق الميكروباص اللي نزلني الساعة كام، والناس اللي وقفت لي عند الأشباح خدوني الساعة كام، ودي كانت أصعب حاجة حصلت لي في حياتي. دلوقتي عندي 28 سنة ولسه بشوف البنت دي، ولما بفتكر الموقف تجيني في الأحلام وفي أماكن مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. طيب القصة اللي بعدها دي طويلة شوية. بيقول لك يا سيدي هي فعلا المقابر مكان مش كويس. كنت اسمع الكلام ده من الناس الاكبر مني، وزمان ايام الدراسة كنت احيانا بالليل نمشي من جنب المقابر، بس بنكون صحبة من الاصدقاء. عمري ما شفت اي حاجة لغاية ما انهيت دراستي الجامعية واشتغلت 2 سنين بمصر. بعدها سافرت لاحدى الدول الاوروبية، وده كان عام 1992. طبعا بداية اي انسان بالغربة بيقبل يشتغل اي حاجة بعيد عن تخصصه. قعدت حوالي 4 شهور بدون عمل. انا من عادتي اجتماعي، كنت بنزل بالليل على كافيتيريا جنب البيت، ومعرفتي بالناس اللي في الكافيتيريا كانت كويسه علشان كنت بتردد عليها كتير وعارفين اني بدور على شغل. وفي يوم جه واحد وقعد جنبي وقال انا عندي شغل بس مش هنا في المدينه لكن في الارياف على بعد 60 كيلومتر. قلت له موافق طبعا. الناس دول اللي بتعامل معاهم كلهم من ابناء الدوله اللي انا فيها، ما بيجدوش اللغه العربيه، وانا كنت في بدايه تعلم لغتهم، وكان فهمي للغه بتاعتهم لسه ضعيف. المهم اول يوم ليا بالقريه خدني بالبيت وعزمني على الغدا وعرفني على الناس اللي في المقهى وبقى فيه ود، واخر النهار خدني علشان يفرجني على السكن اللي هسكن فيه. كان عباره عن غرفه في الجبل تبعد عن القريه حوالي كيلومتر، يعني اول بيت قريب مني بعيد خالص. الغرفه كانت بجوارها مخازن، والراجل بيمر عليا الصبح للعمل في القريه، وبعدين نتغدى، وفي العشاء كنت بتعشى معاه هو واسرته، وبالليل يوصلني لغرفه النوم بسياره. وبقى في ثقه ومحبه معاه ومع اهل القريه. كنت بقرا في عيون الناس حاجه عايزين يقولوها بس مش قادرين، وبالذات لما يعرفوا اني شغال مع جاني. جاني كان راجل محترم وسمعته طيبه بين اهل القريه، وكان عمره 45 سنه وانا عمري 23 سنه. وعدى اول اسبوع والشتاء كان قارس. كنا في شهر فبراير ولياليه كانت الضلمه فيها سواد ما تشوفش فيها ايديك لو حطيتهم قدام عينك، والغرفه كانت برد شديد وسقفها عالي، فيها شباك قريب من السقف طوله 20 سم في عرض متر، يعني كان عامل زي شراعه وكانت على طول مقفوله. من اول ليله في السكن ده كنت اول ما اخش وانام احس بعواصف شديده ورياح، واحس بان في حاجات بتترمى عليا من شباك الغرفه. ابص على الشباك اللي في اعلى الغرفه الاقيه مقفول. امال براز الحمام والتراب اللي بيترمي عليا ده بيجي منين؟ كنت اقرا قران واولع البوتاجاز واعمل كوبايه شاي وادخن سيجاره. الغرفه كانت بدون كهرباء، اعتمادي على نور الولاعه والبوتاجاز. وكنت لما ارجع للنوم مره تانيه الاقي العواصف اشتغلت والرياح وبراز الحمام والفيران والتراب يشتغل تاني. طبعا كل ده بيحصل وانا ما بفتحش باب الغرفه ولا اي شباك. واستمر الوضع على الحال ده حوالي اسبوعين، وكنت كل يوم اقوم الصبح واحس ان جسمي كله متكسر. كل ده بيحصل معايا يوميا، ومش حاطط في دماغي اي حاجه زي موضوع الجن والكلام ده والعفاريت. الموضوع مش في دماغي خالص. لكن في يوم كنت قاعد مع راجل عجوز من ابناء القريه على المقهى ساعه مغربيه، وكنا بندردش في موضوعات كتير، وفجاه قال لي انت بقالك قد ايه شغال مع جاني؟ قلت له بتاع حوالي اسبوعين. قال لي برافو
ولقيته مبسوط جدا. قلت له مالك مبسوط مني قوي كده يا سيد كوستا مع اني بقول اسبوعين مش سنتين؟ قال لي اصل كل اللي كانوا قبلك كانوا يومين بكتير وبيمشوا، انت شكلك هتعمر فيها. طبعا كلام السيد كوستا شد انتباهي بس ما علقتش عليه، وهو ما قالش السبب اللي خلى اللي قبلي ما يعمروش في الشغلانه. المهم مرت الايام، شتاء قارس، ليالي عتمه شديده. كان على مسافه 150 متر من قدام باب غرفتي كان في سور عالي والسور طويل وارتفاعه ماشي مع المنخفض الجبلي للمكان. بدأ الارتفاع من عند اعلى نقطه وبعد كده على انخفاض بالتدريج. السور بينه وبين غرفتي 150 متر بس، والسور ما بيكشفش اللي جواه، يعني من مكان غرفتي مش كاشف اي حاجه، والمكان نظيف بس شكله مهجور ومفيش حد بيتردد عليه. المهم كل ده عادي خالص ومش حاطط في دماغي اي حاجه، ويجي ميعاد النوم وتبدا العواصف والهواء وبراز الحمام والفئران يرجع تاني، واقرا قران لحد ما ياخدني النوم واصحى الصبح جسمي متكسر. لكن في يوم حصل حاجه غريبه، جاني وصلني بدري للغرفه، كان الجو لسه نهار، باقي حوالي ساعه ونص وتروح الشمس. ولعت البوتاجاز وعملت فنجان قهوه وكان معايا كتاب رحلة حول العالم في 200 يوم لأنيس منصور، طلعته وقعدت أقرا فيه لغاية ما الدنيا ليلت. ولما الليل جه دخلت الغرفة أكلت بسكويت مع شوية شاي بلبن وشدني كتاب أنيس منصور، فقررت إن أنا أنتهي من قراءة الفصل اللي كنت بقرا فيه على ضوء البوتاجاز. وبمجرد ما ولعت البوتاجاز بدأت رياح وعواصف عنيفة واسمع صوت الهواء، رغم ان اليوم ده كان الطقس جيد وما كانش بينبئ باي عواصف، وانا لسه سايب الجو بره اخر حلاوه من ساعه واحده. المهم قررت ان افتح الباب، بابي منه للخلا على طول، مش شايف قدامي ولو شبر واحد، مفيش غير ظلام حالق وعتمه شديده. بس اللي انا اكتشفته لقيت الجو ساكن ومفيش هواء او عواصف. قلت مفيش مشكله لان الدوله اللي انا فيها الجو فيها متقلب، ممكن تشوف في يوم واحد كل فصول السنه. المهم اول ما دخلت الغرفه الهواء ابتدى وبراز الحمام رجع تاني. افتح الغرفه الاقي الجو ساكن والجو عتمه ومش شايف اي حاجه. ودخلت الغرفه وقفلت الباب وقررت اني ما اخرجش مره تانيه، ونمت وسبت البوتاجاز والع على درجه منخفضه علشان يكون عندي اضاءه ضعيفه بالغرفه، ونمت على صوت الهواء والعواصف وبراز الحمام. وكل ما اقرا قران يزداد الهواء والبراز لغايه ما ارهقني التعب والتفكير. ونمت بتاع ساعتين ولقيت المنبه دق علشان اصحى. جه وقت العمل وعملت فنجان قهوه وولعت سيجاره وخرجت بره. الجو كان جميل وفي غيوم بالسما وندى ونسمه نقيه، ودخنت السيجاره بمزاج مع القهوه ومش في دماغي اللي حصل طول الليل وبسرعه نسيت. لكن وانا بشرب القهوه والسيجاره اتمشيت شويه في المكان لغايه ما يجي جانب السياره علشان نروح الشغل. وانا بشرب القهوه والسيجاره خدتني رجلي لقرب السور العالي اللي على بعد 150 متر من غرفتي. ورغم مرور الفتره دي كلها ما كنتش اعرف السور ده ايه اللي وراه او بيداري على ايه. وانا بشرب القهوه وبتمشى وقع نظري على اللي جوه السور، فاكتشفت اني عايش بمنطقه مقابر، فكل اللي كان جوه السور مدافن وكنيسه صغيره لزوم الشعائر. جه في دماغي فورا كلام السيد كوستا معايا على المقر لما قال لي برافو انت هتعمر في الشغلانه، لان اللي كانوا قبلي بيمشوا بعد يوم او يومين وما بيعمروش. كل ده عدى عليا بسرعه وفجاه قطع تفكيري كلاكس سياره جاني يناديني علشان نروح الشغل. قلت لجاني تعالى الاول اعزمك على قهوه في مقهى البلد. واحنا بنشرب القهوه قلت له انا النهارده مش شغال، انا لازم انزل العاصمه علشان عايز ازور الطبيب لاني تعبان. قال لي انا اوديك لاحسن دكتور او مستشفى. قلت له لا 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 انا لازم انزل العاصمه. قلت له حاول تصفي لي حسابي لاني ممكن اتاخر وهحتاج فلوس. حاسبني الراجل وانا حاسس انه فاهم اني مش هرجع تاني مع انه كان متمسك بيا. ونزلت المدينه وقررت ما ارجعش تاني للمقابر، وما حكيتش لحد اللي حصل معايا، لكني اتاكدت فعلا ان المقابر مكان مش كويس. سبت المكان بعد 26 يوم بالظبط والحمد لله اني نجيت وبقيت بخير. وكاتب هو صاحب القصه ملحوظه بيقول ان سبب تاخري في عدم اكتشاف الموضوع ده بدري هو اني كنت بروح بالليل للسكن فقط، والدوله اللي انا فيها بيدفنوا المتوفي بعد 3 ايام وممنوع فيها الدفن بالليل، لانهم لو بيدفنوا بالليل كنت اكيد هشوفهم واعرف المكان ده ايه، لكن ده ما حصلش. واكتشفت ان المكان ده مقابر بالصدفه بعد ما كان بيحصل من رياح وغيره، يمكن كمان عشان قلبي جامد شويه وعندي صبر، لكن سبت المكان علشان خفت لا يصيبني هي شر. طيب ندخل على القصه اللي بعدها. كنت بايت في بيت جدتي، صحيت بالليل على الفجر، دخلت الحمام وانا قاعد جوه وكان نور الشقه كان مطفي وكان نور المطبخ بس اللي والع.
لمحت ظل على الحيطه اللي قصاد الحمام. طلعت من الحمام بصيت في المطبخ ويا ريتني ما بصيت، لقيت راجل شكله مشوه ولابس عبايه اسود في اسود. جريت وزعقت على جدتي. لما قامت ودخلت معاها المطبخ ما لقيناش حد. بس في قصه كمان. مره رحنا انا واختي دمنهور مع مامتنا علشان نزور خالنا، وكان في خرابه جنب البيت كان فيها عربيه قديمه. دخلنا نلعب فيها وفجاه ابواب العربيه اتقفلت علينا، ولقينا دم على الازاز وخرجنا بصعوبه. لولا ان ازاز العربيه من ورا كان مكسور كنا اتحبسنا فيها. وخرجنا من الخرابه بنبص على العربيه لقينا جواها بنت راسها مقطوع. جرينا من الرعب قابلنا راجل قال لنا ايه اللي جابكم هنا؟ الخرابه دي اندبح فيها بنت عندها 25 سنه وروحها بتظهر لاي حد يدخل الخراب. لا اللي بعده بيقول يا سيدي اللي بعده ايه؟ انا والله العظيم مش بكذب، بس اللي انا هقوله ده هو اللي حصل معايا بالظبط. انا كنت في يوم رايح الشغل ولقيت في واحده مقتوله ومرميه في الترعه في اسكندريه كيلو 21 خط العجمي. ومن يوم ما لقيت البنت دي وانا طلعتها من الترعه ومسكتها من رجليها علشان اعرف اطلعها. بقيت دايما بعدها بسمع صوت حد بيتنفس جنبي، او احيانا بيشد الغطا من عليا وانا نايم، او مثلا بشوف حد واقف على الحيطه، او في خيال اسود كبير قاعد في وشي. لحد ما قلت انا هنام وهشغل التليفون قران جنبي، وكنت مشغل قران لحد ما الصوره خلصت. وحاولت ان انا اقوم اشغل الصوره الثانيه عشان التليفون هيفصل شحن لحد ما انام. اتسمرت في السرير كأن في واحد مسكني من ايدي ورجلي ومكتفني ومش عايزني اشغل القران، وفضلت بتنفس بصوت عالي واشد في جسمي علشان اعرف اقوم مش قادر. وفين على بال ما استجمعت قوتي وقدرت اقوم وشغلت القرآن. بس كل يوم بتحصل معايا حاجات غريبة، وده اللي بيحصل معايا والله العظيم ما بكذب في اي حاجة. ولو مش مصدقين هتلاقي ان كانت في واحدة مقتولة ومرمية في الترعة اللي هي ترعة الزراعيين بالكيلو 21، وانا اسمي مصطفى، وانا اللي كنت مطلعها وانا رايح الشغل وانا شغال مبيض محار. خش على اللي بعده. بسم الله. اتجوزت اختي الكبيره وانا اتجوزت وراها، وبعد سنه خلفت اول طفل ليا، ومرضت والمرض طول معايا شويه، فرحت عند امي وكان فصل الصيف وكنا بننام كلنا في مكان واحد. الكل كان بيتسابق على اي ركن ينام فيه ويسيبوني انا انام وسط الطريق انا وابني. وفي ليله واحنا نايمين شفته راجل اسود بيهددني ويقول لي انت ليه بتنامي في الطريق؟ لازم تنامي جنب اي حيطه، انت عايزه تدوسي علينا؟ المره دي احنا مسامحينك، لكن المره الجايه لو نمت في المكان ده هنعذبك عذاب شديد. بيقول لك ايه بقى يا سيدي اللي بعده؟ فعلا انا حصل معايا حاجه بس مش عارف ايه ده. انا عمري 26 سنه وشغال تاجر سمك، وشغلي بيبدا من الساعه 2 بالليل قريب من بحيرات البرولوس في بلطيم تبع محافظه كفر الشيخ. المهم وانا في الشغل الصيادين اللي بتجيب السمك اتاخروا عليا، فقلت انام شويه في السياره. فضلت نص ساعه احاول انام مش عارف. المهم نمت في الاخر. وانا نايم لقيت حد ماسك دماغي جامد ومش راضي يسيبني، وانا بزعق بعلو صوتي بس مفيش اي حد سامعني، بالرغم ان كان في ناس كتير بجانب السياره. فهديت من الزعيق، وكل ده وانا حد ماسك دماغي. هديت شويه ورفعت ايدي ولمست شعر الشخص اللي ماسكني، وحركت ايدي وحطيتها على وشه وبالظبط على خده. لقيته راح محرك وشه على ايدي بكل حنيه زي ما يكون بيقول لي ما تخافش. وبعد كده لقيت نسيبي بينده عليا، وبدأ كل شيء يرجع زي ما كان. بس المفاجأة ان لسه الشخص ده ماسك دماغي رغم ان صحيت من النوم. يعني كل ده حصل وانا صاحي بس ما كنتش قادر اتحرك. وبعد ما نسيبي نده عليا الشخص ده سابني واتفك جسمي تاني ورجع زي ما كان. مين الشخص اللي مسكني ده وليه حرك وشه على ايدي زي ما يكون بيقول لي ما تخافش؟ بصراحه كان موقف مرعب. الكلام ده حقيقي وحصل معايا شخصيا. اخوك اسلام خليفه شكرا. طيب القصه اللي بعدها بيقول لك ايه؟ رغم ان خدمت في الجيش بسلاح المظلات وقمت بعده قفزات منها الميداني والمعركه والقفز الحر الرياضي من على ارتفاعات عاليه منها 1200 قدم و2000 قدم و2500 قدم، وشاركت في عمليات ومداهمات وعمليات تطهير من المهربين وتجار المخدرات مع سلاح المشاة وعناصر الصاعقه من زملائي. شفت الموت اكتر من 4 مرات. من بعد ما شفت زمايلي بيموتوا قصادي بعدها ما حسيتش بالخوف في حياتي، لا خاف من جن ولا من شيطان. من يرى الموت لا يخاف الا الله. لكن حصل لي حاجه خلت جسمي اشعر ومش عارف هي ايه، يا ريت تفيدوني. كان عندي خدمه بالليل والخدمه فوق مبنى ومطلع وطريق اسفل كمين يعني، وفي حوالي الساعه 2 بالليل حسيت ان في حاجه جايه عليا من ورا وهي عاليه او بتطير. المهم عدت من فوق راسي زي خيال ابيض وله جناحين مفرودين، وكان الطيف اللي عدى من فوق راسي حجمه كبير وكان له هيئه زي طائر الرخ او غراب ابيض كبير، يعني كان بحجم طائره بدون طيار. ولما صوبت عليه السلاح وكنت على استعداد للضرب
اتلاشى في الهواء. ممكن حد يقول لي ايه ده مع ان جسمي اشعر وانا مش خايف؟ علمة والله ما اعرف ايه ده. ندخل على القصه اللي بعدها. يا لهوي يا جماعه، ده القصص دي كلها يعني انا بس قعدت نص ساعه اقلب في الرسائل والكومنتات عن اسمع. بتقول لك ايه او بيقول لك ايه؟ المهم بيقول لك في سر مفيش حد عرفه من 36 سنه لما كان عندي 5 سنين، ويظهر ان جه وقته علشان ازيعه واشيل الحمل التقيل من على صدري. كان في واحده بنت عم بابا الله يرحمه بتحبه جدا، لكن بابا اتجوز ماما، ومرت الايام وبنت عمه دي اتجوزت بس هي ما كانتش موافقه خالص، بس بابا واخواتها جوزوها غصب عنها، ودي كانت عاداتهم ان البنت ملهاش اي راي. المهم مرت الايام وفي اول زياره البنت دي لبيت اهلها حبت تنتقم من بابا، قالت لي روحي هاتي اختك الصغيره علشان اسلم عليه. جريت على بيتنا وكنا بعد الظهر في عز الحر، لقيت اختي نايمه، صحتها يا قلبي من النوم، ولا خدتها غصب عنها علشان تسلم على الست دي اللي المفروض اننا بنقول لها يا عمتي، بس لقيتها بتقول لي اطلعي بره هاتيلي كوز ميه. رحت جبت الميه، قالت لي خد اختك وروحي. اتاريها المجرمه اكلت اختي سم او بودره سامه من بتاعه القمح. يا نهار اسود. وبعدها اختي ماتت، ولاني كنت صغيره جدا وقتها ما كانش عندي ادراك باللي حصل، وكمان الاطفال زمان ما كانش عندهم لا الوعي ولا الادراك زي الاطفال دلوقتي. عاوز اقول لكم انه بعد كل السنين دي اختي الحبيبه ما سابتنيش، وده كفايه. يا نهار اسود، دي جريمه قتل، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس في كلمه غريبه في الاخر، بتقول لك انه بعد كل السنين دي اختي الحبيبه ما سابتناش وده كفايه. طب يعني ايه الكلام ده؟ ما سابتهمش ازاي؟ شيء ماتت. بيقول لك يا سيدي ايه، انا كمان بتحصل لي حاجات غريبه بعد المغرب. في يوم وانا عندي 6 سنين كان الوقت متاخر، كنت بلعب في غرفه لوحدي وماما كانت قاعده في الغرفه الثانيه. كانت ماما لابسه جلابيه ملونه، وانا كنت ببص لقيت حاجه شبه ماما معديه، بس الغريب في الموضوع كانت رمادي، كل حاجه فيها كانت رمادي، شعرها وبشرتها وكمان الجلابيه. خفت وجريت على ماما بسرعه، والغريب ماما اكدت لي انها ما اتحركتش من مكانها. بعد كده كل يوم بعد اذان المغرب بنسمع الميه بتنقط من الحنفيه، ومفيش اي حنفيه عندنا بايظه او مفتوحه، وكمان بسمع من جوه بيبان الغرف اصواتها كانها بتتكسر، زي ما يكون الباب بيتكسر من جوه. والله العظيم هي دي الحقيقه. وكمان بحس ان في حاجه واقفه ورايا وببص مش بلاقي اي حاجه، بس دايما علشان ما اخوفش نفسي بتجاهل الموضوع ومش بحكي لحد علشان مش بيصدقوني. وعلى فكره انا الوحيده اللي بسمع الحاجات دي، وده اللي مخليني خايفه. بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك او بتقول لك ان هنعرف دلوقتي. انا فعلا كنت بعيط وفضلت اعيط قدام مرايه الحمام. ايه يا جماعه حكايه الحمامات معانا؟ وفجاه لقيت ملامحي اتغيرت، ومن وقتها وانا مش مستوعبه اللي شفته، بس ما ركزتش في الملامح لان ما كانش في ملامح اصلا. انا اتخضيت وصرفت وطلعت اجري، علشان كده يمكن ما اتاذيتش جامد، بس من وقتها ما بخافش من الجن عادي. وكمان بتخرج مني حركات وتصرفات غريبه. وتخيلوا ان فجاه بفتح عيني لقيت نفسي خانقه اختي الصغيره، ومن وقتها ما بتنامش جنبي. والكلام ده من اسبوع، والحمام لو سبناه مفتوح بشوف بلاوي. انا دايما لو ماما نسيت تقفل باب الحمام بشوف خيال ناس طويله قوي، بس على فكره هما مش مؤذيين، دول بيحبونا جدا، بس احنا مش عارفين نفهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك يا سيدي، انا كنت احب ادخل الصحراء وخاصه بالليل، ياما كنت اشوف اشياء غريبه، وخاصه يوم اوقف بالسياره اشوفهم يمروا من قدامي بخيال اسود بسرعه. لكن اليوم اللي انا ما بنساه، كنت في كل مره امر من جنب شجره هي الوحيده بنص الصحراء. قررت يوم اقف تحتها ووقفت وشغلت اغاني لكن بصوت خفيف، وفجاه واسمع صوت حرمه تصرخ. ومن اليوم ده خلاص الموضوع عدى عليه 20 سنة، ولحد دلوقتي ما نسيتش صرختها. بس كده يا جماعة، دي آخر قصة معانا. تعالوا بقى نحكي. السلام عليكم ورحمة الله. مشكورين على المجهود. عجبتني قناتك وانا من الفخورين اني مشترك معاك يا سيدي، الله يخليك، ربنا يحفظك. الجن اللي نخاف منهم هم خلق الله، وعلى ما اعتقد الجن في بلاد المسلمين مختلفين عن العفاريت اللي في بلاد الاجانب اللي عندنا مسالمين، ولكن انا بشوف المغامرين عندنا يزعجوا الجن. انا من الكويت، اول مره ازور مصر سنه 2004، وسكنت في احد الشقق بالمهندسين. الساعه 1 بالليل ضرب باب الغرفه، وكان جنبي صاحبي نايم بالسرير التاني. انا فتحت عيني وبص لقيته نايم. طبعا احنا اغلبيه الخليجيين نعرف هالمواضيع وما نخاف. سله الزباله اتخبطت بالارض بقوه، وفتحت عيني وقلت اهو.
قمت وخرجت من الغرفة ورحت المطبخ، وأنا أعرف صاحبي المصري خوان. دخلت المطبخ، أول شيء قلت السلام عليكم، أنا جاي زيارة 15 يوم، الضيف يكرم أو يهان، وأنا طالب كرمكم، أنتوا أهل الكرم والجود. لو جبت أكل ما راح أغسل المواعين علشان انتوا تاكلوا. والحمد لله 15 يوم قضيتها بأمان، ونفذت وعدي معاهم، ولا شفت منهم إلا الخير. والله العظيم ما كذبت بأي شيء من القصة. الحمد لله طلعوا مسالمين. والله العظيم انت راجل عسل، نورت مصر، ويلكم تو ايجيبت. وبس يا جماعه، دي كانت الايه قصص المتابعين. حبه بس من القصص كده، قلت اسليكوا في اسمه ده، في الوقت بتاع قطع النور، بدل ما انتوا قاعدين زهقانين من الحر كده وما بتعملوش حاجه، تسمعوا حبه القصص دي. يلا يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على الف خير، واقول لكم مع الف سلامه. يطفي بقى البتاع ده.